بيبدأ فيلم بجوليا اللي كانت متهمة بقتل طليقها، وبنعرف ان هي كانت واخدة عليه حكم بعدم التعرض، فبتقول له انا ما عملتش حاجة، انا حد لفق لي التهمة دي، وبيبان ان هي ما كانتش بتكذب، فبيوريها دليل واللي بيكون كلامها مع طليقها على الفيسبوك ومتعلقاتها الشخصية اللي كانت في عربيته، وبيبان ان هي كانت مظلومة. المهم بنرجع 6 شهور ورا وبنعرف بداية الحدوتة، وبنشوف جوليا وهي بتحتفل في الشغل لانها هتتجوز، وصاحبتها بتهنيها بالمناسبة دي، وبيبان ان كله كان فرحان ليها، وبيكون واضح انها متوترة لانها تنقل ولاية تانية مع خطيبها، بس ما كانتش قادرة تنسى طليقها الاولاني او اي حاجة كان بيعملها فيها، واللي كان بالنسبة لها زي الكابوس. بس اللي بتقول لها هتبقي كويس. وبعدها بنشوف جوليا وخطيبها ديف رايحين لبيتهم، وبنعرف ان ده البيت اللي اتولد فيه، وبيبان ان هم كانوا فرحانين جدا بسبب ان هم هيتجوزوا قريب وهيكونوا مع بعض. وبيقاطعهم طليقة ديف وبيكون اسمها تيسا اللي كانت مخلفة منه ليلي، وبنشوفها تاني يوم وهي بتروح على البيت يعني عشان توصل بنتهم ليلي الولد. المهم بتقابل جوليا وبنعرف ان دي اول مرة يشوفوا بعض فيها، وبيبان ان كل حاجة هنا كانت طبيعية. المهم جوليا بتعرف ان محاضراتها من التعرض اللي كانت واخداها على مايكل صلاحيته خلصت، وطبعا ده خوفها اكتر لان هي ما كانتش ناسيه كل اللي كان بيعمله فيها، وبيبان انه كان شخص مريض. وفي نفس اليوم كانت جوليا بتحضر الغدا وكل حاجه كانت زي الفل، وتيسا بتيجي عشان تدي ليلي الجزمه بتاعتها، وليلي كانت فرحانه ان هي شافت مامتها، ويعني طلبت منها تقعد وتتغدى معاهم، ومحدش كان متضايق من الفكره. بس المشكله انهم هما بياكلوا تيسا كانت بتسمع بنتها كلمتين عشان كانت بتقطع بالشوكه بدل السكينه، وبنفهم كده ان هي كانت معقده. المهم فضلت قاعده معاهم عشان تنايم ليلي وكده، وجوليا ما نقدرش نقول ان هي كانت مبسوطه بوجودها على الرغم من ان هي كانت بتحاول تكون ودوده معاها، وبعدها بتقول لها تصبح على خير وكده، وكله بيحب التاني هنا والدنيا زي الفل. المهم جوزها اتاخر جدا في الشغل وما رجعش لحد دلوقتي، فسمعت صوت جاي من بره وافتكرت ان ده جوزها ونزلت تشوفه، واترعبت لما شافت مايكل قدامها، وفي نفس الوقت فهمت ان ده ديف وكانت بتتخيل مش اكتر، وبنفهم ان هي كانت مرعوبه حتى من سيرته. وبعدها بتحكي لها اللي حصل ليها، وكانت قلقانه ان هي مش هتقدر تهتم بليلي، وده عشان ما خلفتش قبل كده. بس ديف كان بيطمنها وبيدعمها. وتاني يوم كانت في مدينه وشافت ستور صغير ولقيت فيه فستان، وبيبان انه عجبها لانها كانت عايزه تجيبه لفرحها مع ديف. وعلى سيره ديف قالت له ان هو لازم يقول لتيسا وليلي على جوازته، يعني عشان ما ينفعش يكونوا اخر الناس يعرفوا. وديف وجوليا كانوا بيفسحوا ليلي، وتيسا كانت معاهم واليوم كان حلو وكان كله مبسوط، وبيكون واضح ان ليلي كانت فرحانه، وده طبعا ساب تيسا غيرانه عشان شايفه ليلي متعلقه بجوليا. وفي يوم بنشوف ديف وهو بيعمل حفله يعني عشان بدا بيزنس خاص بيه، وجوليا كانت مصدومه عشان شافت تيسا لابسه نفس الفستان اللي شافته في الستور، وغير انها طلعت على المسرح وبدات تقول خطاب عن حياتها مع ديف وازاي سابت مدينتها عشان تتجوزه، وان هي كانت جنبه وفي ظهره دايما. المهم ديف وجوليا كانوا بيرقصوا سوا في الوقت اللي تيسا كانت هتولع، وده ما منعش ان هي تشوف رساله على موبايل جوليا من إيلي، وعرفت ان هم عايزين يتجوزوا قريب، فطبعا ده كسر قلبها. وبنرجع بعدها على البيت وجوليا قالت لديف انا مش لاقيه موبايلي وعماله بدور عليه، فديف طبعا كان بيحاول يتصل بيها، والموبايل طبعا كان مع تيسا، وما تعبتش كتير في الباسورد لانه كان عيد ميلادها واللي جابته من على النت. المهم قدرت تفتح الموبايل بسهوله وبدات تتطفل في صورها، واتضايقت لما ما لقيتش حاجه تقدر تمسك عليها، وبعدها بحبه اخدت بالها بالحكم بتاع مايكل، وما نقدرش نقول ان هي ما كانتش مبسوط. وتاني يوم ديف كان في الشغل واليوم كان عادي، وتيسا وصلت وقلبتها معاه تحقيق يعني لو تعرفها كويس ومتاكد انها شخص مناسب ليك وهكذا. وديف قال لها انا بحبها وهنتجوز قريب انا وهي. فطبعا لما سمعت ده اخدت بنتهم كمبرر لان جوليا ما خلفتش قبل كده ويعني ما عندهاش خبره، فقال لها جوليا بتعمل كل حاجه هي تقدر عليها واظن مع الوقت هتبقى كويس. فبتحاول تقرب لديف وقالت له انا اسفه اني كنت وحشه معاك، فقال لها امشي وهو متعصب. المهم وهي ماشيه رمت موبايل جوليا في عربيه ديف، وبعدها بيرجع الموبايل لجوليا وعرفها ان هي كانت ناسيه في عربيته ويعني تخلي بالها وكده. المهم بيجي لها مكالمه من رقم ما تعرفوش، ولما ردت ما حدش كان على الخط، وطبعا قلقت وافتكرت طليقها. بعدها تيسا كانت بتسرح شعر ليلي وبتقول لها ان ديفيد وجوليا دايما بيجيبوكي هنا وشعرك منكوش في الوقت اللي جدتها وصلت فيه للبيت، وليلي كانت فرحانه ان جدتها هنا، وبيكون واضح ان تيسا في طباعها زي مامتها لوفي بالظبط اللي كانت برضه بتعدل على كل حاجه بتعملها حتى طريقه اكلها وقعدتها، ونصحتها ان هي تنسى جاك وتبدا حياه جديده يعني تشوف حد غيره. بس تيسا ما كانش عاجبها ده ولا كانت عايزه تبقى مع حد غيره، وده ما منعش ان هي تنبش في ذكريات وتعيط بسببها. وفي نفس الوقت كانوا بيتكلموا عن سلوك تيسا وازاي كانوا شايفينها بتطلع كياتا من بقها ودانها، وما عداش وقت كتير وفهموا ان هي كانت مسيطره على دي لدرجه ان هي جابت اخره وقرر يسيبها ويشوف حياته. والحظ الحلو انها كانت حامل فرجع لها طبعا عشان ليلي، وجوليا كانت بتجيلها مكالمات من ارقام غريبه وطبعا ما كانتش بترد، بس المرعب ان ده كان بيحصل على التليفون الارضي برضه، فطبعا بترد ومحدش بيتكلم على الخط، وبنفهم ان دي تيسا اللي كانت بتعمل اكونت فيك باسمها. وتاني يوم جوليا كانت لوحدها في البيت وبتجهز نفسها ان هي تستحمى في الوقت اللي حد دخل بيتها وسرق متعلقاتها وحتى الخاتم بتاعها وساعد ديف، وبيقطع ده ان الباب بيخبط وجوليا بتخرج وهي مرعوبه، وبتلاقي ورده على الباب عندها، وبتشوف تيسا اللي قالت لها ان هي شافت واحد بيمشي من هنا اللي بيوصل لورد يعني. وما نقدرش نقول ان جوليا كانت مبسوطه بان تيسا كل شويه تيجي البيت عندهم، فطلع كياتا من بقها وهي بتقول لها انا جيت اسلم الجواب كان جاي لديف. المهم جوليا كانت طبعا عايزه تعرف مين اللي بعت الورد، وعرفت ان اللي بعته شخص مجهول، وما نقدرش نقول ان هي ما كانتش خايفه لان اول حاجه جت في دماغها هو طليقها مايكل،
وده سابها مرعوبه لدرجه ان هي بالليل كانت متخيله ان مايكل هو اللي نايم جنبها بدل ديف، وده رعبها فبتتصل بإيلي وقالت لها تقريبا مايكل بيدور عليها تاني. قالت لها ما تقلقيش هو ما يعرفش انت ساكنه فين حتى ولا حتى مع اي وسيله تواصل ليك، بس ديف يعرف اي حاجه عن كل النوش اللي بيحصل ده. فقالت لها لا ما يعرفش ومش عارفه اقول له حتى ازاي. وبنروح على تيسا وهي بتعمل الحاجه اللي توقعناها انها تكلم مايكل، حتى هو كان مصدوم ان هي بتكلمه. فقالت له انت وحشتني وكده، وطبيعي يكون مبسوط ويقول لها انت كمان وحشتيني. واستغلت طبعا ان هي كان معاها موبايل جوليا، وفي نفس الوقت جوليا كانت بتدور على خاتم في البيت كله، وطبعا كانت متضايقه ان خاتم خطوبتها ضاع منها. وتاني يوم قابلت تيسا في الشارع واتاسفوا لبعض عن الموقف اللي حصل قبل كده، وبيروحوا يتغدوا سوا مع بعض. فتيسا بدات تحكي لها عن علاقتها بديف وان هي خانته وكانت مقضياها، والمبرر ان هو كان دايما في الشغل، وطبعا ما حبتش ان هي تكون لوحدها فعشان كده اتطلقوا. بس ده ما منعش ان هما ما كانوش قادرين يبعدوا عن بعض، وكانوا بيقربوا لبعض في اي وقت وحتى لو في مكان عام. وده ساب جوليا مصدومه لان علاقتهم هما الاتنين ما كانتش كده. فتيسا قالت لها هو صحيح انا ما شفتش خاتم خطوبتك. فجوليا بررت بانها سابته في المحل يعني عشان يلمعوا كده. وفي نفس اليوم بنشوف تيسا وهي بتلعب في حاجات جوليا، وطبعا ده بيفهمنا ان هي اللي سرقتها. وبعدها بكام يوم جوليا اخدت ليلي للجنينه عشان يعني كان في مناسبه تخص والدها. فجالها مكالمه تانية من رقم غريب، ولما ردت ما حصلش حاجه جديده. طبعا ما حدش بيتكلم على الخط. ولما قفلت المكالمه ما لقيتش ليلي جنبها كانها اختفت، وهي قلقانه جريت على ديف وقالت له انا مش لاقيها واكيد كانوا هيتجننوا عليها. وجوليا بدات تتخيل مايكل تاني، ومفيش حبه عرفت ان تيسا وديف لقوا ليلي. وطبعا تيسا قالت ان دي ما ينفعش بنتي تكون معاها، وما نقدرش نقول ان ديف ما كانش متضايق برضه بسبب اللي حصل. وقال لها ان تيسا لقيتها وهي بتتكلم مع واحد غريب، فاتأسفت ان هي ما خدتش بالها. فرجع سألها عن الخاتم فقالت له الصراحه انه ضاع مني. فرجع يقول لها طب الورد جه منين؟ فقالت له انا ما اعرفش مين اللي بعته. وطبعا كان متضايق لان كده ممكن تيسا ما تخلوش يشوف ليلي تاني بسبب الموقف اللي حصل. وتاني يوم بتشوف تيسا وهي بتعلم بنتها ازاي تركب حصان، وطبعا بيبان على ليلي ان هي كانت خايفه لحد ما جوليا جت وشافت ليلي في الحاله دي. فتيسا قالت لها ما تنزليش من على الحصان. فجوليا قالت لها انزلي احنا جايين مناسبه لباباك مش جايين نتعلم نركب حصانه. وده ساب تيسا متضايقه اكتر. ومامتها قالت لها انا كسفت لك من اللي حصل ده. وبعدها جوليا بتقول لها هو مين الراجل الغريب اللي كنت بتكلمي؟ بس ليلي ما كانتش فاهمه هي بتتكلم عن ايه اصلا. ففهمت كده ان تيسا بتعمل قصص من وحي خيالها. وبالليل ديف ما كانش لاقي الساعه بتاعته، وبيحضروا بعدها زي ميتنج شهر. وبيقطع ده ان تيسا فتحت موضوع ان هم كانوا بيقربوا لبعض حتى لو في مكان عام، وده خلى جوليا تاخده على الحمام والمواضيع يعني. وده طبعا كان بسبب كلام تيس اللي كانت بتتكلم مع مايكل من الاكونت الفيك وبتسوحه. وتاني يوم جوليا بيجيلها رساله وبيكون مكتوب فيها وحشتيني، واتصدمت لما لقت صورها مع مايكل. وما فيش ثواني تيسا جت مع ليلي، وجوليا ما كانتش فرحانه لما اخدت بالها ان جوليا قصت شعر بنتها، وده طبعا كان عقاب ليها بسبب موضوع الحصان واللي خلى الدنيا تحتد بينهم. اللي اول ما سمعت صوت ديف جاي بدات تقول لها انت بتعملي ايه، وكانها كانت بتهاجمها لدرجه ان هي رمت نفسها من على السلم. والمشكله ان ديف صدق كل الفيلم ده، وتيسا قالت له ان جوليا رمتني من فوق. فجوليا قالت له انا ما عملتش حاجه، بس ديف ما كانش عايز حتى يسمع لها واخدها على المستشفى. وبعدها جوليا بدات تحكي لديف عن اللي حصل فعلا، بس ما بقاش مصدق اي كلمه بتقولها لانه زهق من المشاكل والحاجات اللي كل يوم بتحصل، لان كل واحده كانت بتحكي قصه مختلفه هنا. وطبعا وعدها انه هيكلم تيسا يعني عشان ما تجيش البيت هنا تاني. بس جوليا ما كانتش متحمله وكلمت إيلي عشان يعرفوا دنيا تيسا. وبعد ما دوروا وراها لقوا تقرير نفسي ليها، وان كان ليها ماضي من السلوك العنيف والوسواس القهري. وبنعرف ان باباها ساب مامتها واتجوز تاني، ورد فعلها كان مرعب، وراحت ولعت في بيته وهو محبوس جوه. وبيبان ان حالتها كانت صعبه، بس مامتها ما كانتش عايزه تخليها تتعالج وخلفت كلام الدكاتره كلهم. وبعدها جوليا كانت عايزه تقول لديف عن كل اللي عرفته، بس بعد ما صاحبتها بتمشي بتتصدم لما بتلاقي مايكل قدامها في البيت. وبيبان ان هي كانت مصدومه في الوقت اللي كان بيقرب لها فيه، وطبعا ده كان بسبب رسائل تيس، وكانت بتحاول تتصل بالشرطه. بس بنعرف هنا هي اللي سابته وبعدت عنه وما قدرتش تكمل معاه. وبنفهم ان دي كانت حياتها معاه قبل كده. وطبعا قبل ما يعمل حاجه تاني اتهاجموا جوليا بالسكينه وبتهرب من هناك في الوقت اللي تيسا كانت بتتفرج وهي مبسوطه. وبعد ما جوليا مشي دخلت تيسا وهي شايفه مايكل في الحاله دي، وبيفهم طبعا ان هي اللي كانت بتكلمه وعامله الفيلم ده. والغلبان ما لحقش ياخد اي رد فعل، لان بنرجع هنا للجريمه اللي شفناها في اول الفيديو. وجوليا بتقول ان تيسا هي اللي عملت كل ده، وهي اللي قتلت مايكل عشان تلبسها التهمه. بس الظابط ما كانش مصدق اي كلمه من اللي هي بتقولها. وديف لما عرف بكل اللي حصل جري وهو مرعوب على الاسم. واخيرا قالت له عن حياتها مع مايكل زمان، وقالت له انا ما عملتش حاجه وما قتلتش حد. والحظها الحلو بيصدقها مع وعد انه هيكون جنبها وفي ظهرها. وبعدها بيروح على الظابط وكان بيحاول يعني يشرح له الموقف، بس قال له ان جوليا كانت بتتكلم مع مايكل من اكونت تاني، وكانت عايزه تبيع خاتم الخطوبه عشان تديله فلوسه، وكمان بعتت له الساعه بتاعتك كهديه. فديف طبعا ما كانش مصدق كلامها يعني مش للدرجه، فقال له روح البيت واقعد مع بيت ولو في حاجه جديده هنبلغك. وطبعا ده ساب ديف مصدوم اكتر. وبعد ما مشي الظابط كان بيقول لجوليا ان كل الدلائل بتشاور عليك انت، بس القانون مش بياخد بيها. وبنفهم انه كان بيلمح ان هي اللي قتلته. فبتساله عن ديف راح فين، فقال لها روح عشان يقعد مع بنته في الوقت اللي كانت تيسا بتدمر كل الادله. واول ما ديف وصل البيت ده خلاها تفرح، بس ما كانش بيشاركها نفس الاحساس وراح عشان يشوف بنته. وبنروح بعدها وبنشوف جوليا وهي بتتكلم مع ديف عشان تقول له يخلي باله من تيسا، بس للاسف كان سايب موبايله في العربيه. وبعد ما اطمن على ليلي بيرجع بعدها عشان يشوف تيسا وهي بتحرق الادوات اللي استعملتها في الجريمه. وبيعك الدنيا اكتر انه لقاها لابسه الخاتم بتاع جوليا، وفهم كده ان هي اللي عملت
عملت كل ده، وبتبدا تقول له انه طلقها لمجرد انها خانته، يعني كانت غلطه واحده. وطبعا بعد كلامها فهم ان هي ما بقتش متزنه ولا عارفه بتقول ايه، وما ينفعش انه يسيب ليلي معاها لان ممكن تعمل فيها حاجه. بس ما فيش ثواني ضربته على دماغه، طبعا ده خلاه ينزف واغمى عليه، وما نقدرش نقول ان هي كانت سويه وعاقله هنا، وراحت تجيب ادويه عشان تعالجه. في الوقت اللي جوليا جت فيه وعرفت ان ديف ما كانش واعي بكل حاجه، فقالت له انا هتصل بالشرطه والاسعاف. فقال لها سيبك مني، انا اشوفي ليلي قبل اي حاجه. ومن غير ما تضيع وقت راحت لفوق عشان تاخد ليلي وتطمن عليها، وركبتها العربيه بره عشان تبقى في الامان، ورجعت على البيت تاني عشان تتصدم بان تيسا بتعالج ديف قبل ما تحط لزق على بوق. فجوليا كانت عايزه تتصل بالشرطه طبعا عشان يلحقوها، ورد فعل تيسا كان متوقع هنا، وده قبل ما يشتبكوا مع بعض هما الاثنين. فتيسا بتتريق عليها ان يعني مايكل عمل فيها كل ده، وهي ما خدتش اي رد فعل ضد، وكلامها عمل مشكله لانها بدات تضربها ويشتبكوا مع بعض هما الاثنين في البيت لان كلامها كان مستفز. المهم قدرت تكسب في الاخر وراحت لديف عشان تساعده، بس تيسا ما كانتش عايزه تستسلم، وبنعرف ان هي مش سويه لانها لما بصت في المرايه اترعبت من شكلها وان هي اتعورت في وشها يعني وكده. وبيزود ده ان هي بتشوف صوره بنتها وفهمت ان هي اتحولت لحاجه هي نفسها مش عارفاها. وجوليا استغلت ده طبعا واخدت منها سكينه وقالت لها خليكي مكانك. وبيكون وجع قلب لما تيسا بتمشي ناحيتها بالراحه عشان تطعن نفسها بالسكينه اللي اتحايلت عليها ان هي ما تعرفش بنتها اي حاجه من اللي حصل ده، يعني عشان ما تفضلش فاكراها كده. وبعد ما توفت وجعت قلبنا جريت عشان تساعد ديف، فطبعا اتاسف ليها ان هو ما كانش مصدقها. وبعدها بحبه عربيه الاسعاف بتيجي وديف بيروح المستشفى، والظابط كان بيتاسف لها انه كان متهمها. وبعدها بنروح 6 شهور قدام وبنشوف جوليا وديف وهم اخيرا متجوزين وعايشين حياه حلوه مع ليلي، وكل حاجه كانت حلوه. وبيجي لهم كمان ضيوف، وبتكون مامة تيسا اللي جت هنا عشان تشوف حفيدتها اللي كانت وحشاها بس. وبيخلص الفيلم على كده. ولو الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب في القناه.